النداهة ظهرت لي في الأسانسير والعمارة كلها كانت فاضية. أنا كنت ساكنة في عمارة شبه مهجورة، بس كنت مطمنة لحد ما الأسانسير وقف في دور مش موجود وشفتها واقفة مستنياني. أنا اسمي سارة، طالبة جامعية ساكنة في شقة إيجار لوحدي في عمارة جديدة على أطراف مدينة نصر. العمارة لسه أغلبها مش متسكن والدور بتاعي فاضي تماما، وكل يوم برجع متأخر شوية علشان دروسي. في ليلة هادية كانت الساعة 1:15 بالليل، وكنت راجعة من درس. الدنيا كانت ضلمة بس العمارة منورة. دخلت الأسانسير وضغطت على الدور الخامس. الأسانسير طلع عادي، بس قبل ما يوصل وقف فجأة عند الدور التالت ونص، رقم مش موجود أصلا. الأنوار بهتت والباب فتح لوحده، وشفت بنت واقفة في وسط الضلمة لابسة فستان أبيض قديم، شعرها مبلول ونازل على وشها وجسمها شبه مايل كده. وبهدوء غريب قالت لي: سارة تعالي، أنا لوحدي، تعالي اسنديني. اتصدمت، قلبي كان هيقف. ازاي عرفت اسمي؟ ضغطت بسرعة على أي زرار والباب قفل أخيرا، والأسانسير كمل طلوع. طلعت الشقة، دخلت وقلبي خايف جدا، وقفلت كل حاجة. فضلت ساكتة لحد ما الأسانسير طلع تاني. مفيش حد في العمارة كلها غيري. رحت على الباب وببص من العين السحرية، لقيت نفس البنت واقفة قدام شقتي، وشها باين المرة دي، عيون سودا فاضية وبتبتسم. همست تاني: انتي رديتي عليا يا سارة، خلاص انتي ليا دلوقتي. وقتها الدنيا كلها اسودت. صحيت تاني يوم على الأرض، باب الشقة مفتوح والأسانسير شغال لوحده. ومن ساعتها كل ما اركب الأسانسير بسمع صوت حد بينادي اسمي من الدور اللي مش موجود.